حاسس ان في وجع قديم جواك ومش قادر تتخطاه؟ ازاي اقدر ان انا اتعامل مع جروح الطفولة واتشافى منها من غير ما افضل اكررها طول حياتي؟ الطفل اللي جواك مش محتاج ان انت تحاكمه ولا تجلده ولا تأنبه ولا تشوفه بصورة سيئة. محتاج ان انت تحتضنه وتطبطب عليه وتقوله حقك عليا وانا اسف وسامحني، انا كنت جاهل، انا ما كنتش عارف، انا بتعلم، انا دلوقتي هكون معاك وهسندك ومش هسيبك لوحدك تاني ابدا. انا بدعمك مش برفضك. كل ألم مر علينا في طفولتنا هو رمز لحب ما اكتملش، رمز لاحتياج ما قدرناش ان احنا نحصل عليه. لحظة واحدة كده من احتياج كان حد يبقى فاهمك او بيدعمك او بيقف جنبك او بيسندك، وانت ما لقيتش الاحتياج ده في اللحظة اللي انت احتجتها، فحصل عندك جرح داخلي مدفون انت ممكن تكون مش عارف مكانه فين او هو ايه. لما ترجع لطفلك الداخلي وتحتضنه وتدعمه وتقف جنبه، بتتحرر من كل الآلام وبتتحرر من كل حاجة كانت متخزنة جواك بقالها سنين انت ممكن ما تعرفش عنها حاجة، بس مأثرة عليك وانت كبير في قراراتك وأفعالك وتصرفاتك وكل حاجة بتدور حواليك في يومك وفي حياتك وكل موقف بتتعرض ليه. شفاء الطفل الداخلي من الجروح القديمة بتاعته هو مفتاح الاتحاد ما بين نفسك وروحك وجسدك.